من نهار كتزاد تلك 18 19 20 عام، كيكون عقلك كيكتشف الحياة وكيكتشف هاد العالم من حولك. وفي هاد 20 عام كتقسم حياتك لجوج مراحل أساسية. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الطفولة، معروفة بالبراءة، كتعلم فيها عن طريق الألم الجسدي. مثلا كيقول كره العافية كضر، أو مثلا راه البراد سخون مخاصكش تقيسو، انت ما كتصنتش، انت كنتمشي تقيسو براسك وكتكتشف التهديد اللي فيه، يعني انه سخون وانه راه غادي يضرك. كيقوم تطلع السلوم وانت صغيره غادي تطيح، كتطلع وكطيح باش يلا كتعلم. كتعلم المشي، كتنوض وكتوقف وكطيح باش يلا كتعلم. بالمختصر كتعلم دروس عن طريق الالم الجسدي، دروس اللي بسيطه واللي ما غاديش تحس بيها بزاف، ولكن اللي معشيش طفوله بحقها وطريقها فراه كتحس بالنقص ديال دوك الاشياء اللي خاصك تعلمها فيهم. ما نطولوش على الطفوله بزاف، ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي المراهقه. تقريبا نفس الفكره ديال الطفوله، غير هو ما كتعلمش بالالم الجسدي ولكن كتعلم بالالم النفسي. المراهقه هي اكتر مرحله كتحس بها بدوك المشاعر ديال الحشمه، الغضب، الاكتئاب، التلفه. كتكون تائه في الافكار ديالك، كتكون مخربقه ديال بصح، كتزيد من الاخطاء والعواقب ديالهم مطبات ومن الالم، وكتعاني باش تتعلم. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. نخليكم مع الانترو ونبداو. سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال وانتم كتفرجوا ولا كتسمعوا البودكاست ديالي اليوم. كما تشوفوا المقدمه، الموضوع ديالنا اليوم هو المراهقه. غنطرقوا لهذا الموضوع من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول يكون كحوار المراهق او المراهقه اللي كتسمعني دابا، والجانب الثاني من الفيديو غادي يكون حوار الاولياء امور هاد المراهقين هادو. ما نطولوش بزاف، نبداو في الموضوع ديالنا. نبداو بواحد تخيل. تخيلوا معايا سدوا عليك في شي بيت 10 سنين، ما كتهضر مع ناس، ما كتلاقى مع ناس، ما تجرحتي، ما عمرك طحتي، ما عمرك حتى حاجه ما طرات لك. منين غتخرج من داك البيت؟ يعني من بعد 10 سنين غتلقاسك ما عرفت تهضر، ما عارف تمشى مزيان، كتمشى كتنوض كطيح، تقدر كاع النهار الاول دابا طوموبيل، حيت ما عارفش الاخطار اللي كيواجهوك. حيت كما كنقولوا الطفوله راه هي كتعلم فيها شنو هما الاخطار اللي يقدروا يديو بحياتك واللي يقدروا يأذيوك. فهنا تلقاسك ما عارف والو، ما قادرش تعايش. نفس الحاجه تماما مع المراهقه. فالمراهقه خاصك تتعلم فيها. تخيل ما تزيدش مع هاد المراهقه هادي شنو غيطرا. تلقاك ما عارفش تتعامل مع ناس مستقبلا، ما عارفش كيفاش تواصل، ما استفدتيش من الاخطاء ديالك، ما عندكش شخصيه قويه، بزاف ديال الحوايج. يعني راه الفائده من المراهقه هي انك تتعلم تماما كما قلنا، بحال الطفوله. فهاد الفتره عقلك كيولي حساس، هش هادشي باش يتعلم دغيا، وكيتألم باش يتعلم. حيت كطيح في اخطاء، كطيح في مواقف مع ناس، مع اشخاص. هادشي كيخليك تتعلم من الخطأ ديالك، حيت كنت طحتي في دوك الاخطاء مستقبلا كنتي تقدر تخسر كثر ما خسرتي دابا. وهادشي ما خاصكش تهرب منه، حيت هذا هو الهدف. الهدف من انك تكون مراهق هو انك تتألم باش تعلم. وباش تكون مراهقة صحية ليك فخاصها تكون ضروري مؤلمة. هادشي شي حاجة لا مفر منها. عزيزي المراهق، عزيزتي المراهقة، الألم النفسي جزء من حياتك، ما يمكنش تهرب منه. انت دابا شبيتك هاد التليفون
جالس هز التليفون، ضروري شي حاجة ما غتكون معصباك ولا معنكشاك في عقلك، شي حاجة مقلقاك، مقلق من شي حد، طرالك شي حاجة تبغى في المدرسة، ضروري ما غتكون مقلق من شي حاجة، عقلك يدي وكيجيب، تكون تائه في واحد الافكار ديالك، ما غدوش عليك النهار ما كتفكرش في شي حاجة اللي مستريسياك، عارفة كتكون كدوز من فترة صعيبة. داكشي علاش عقل معايا جوج حوايج ضروري ديرهم حلقة في ودنك كما كنقولوا. اول حاجة، هادشي راه عادي، عارفك هاد الجملة كتعصبك، كاع المراهقين باش تقول لهم هادشي راه عادي وراه هادشي عادي، يقولك لا هادشي ماشي عادي، لا راه انا كيضر لي هكا علاش ناس كنعرفهم كيضروا فيهم بحال هكا، راه عادي انك دوز مشاكل، راه بالك راه مزيان ليك. ثاني حاجة عقل عليها، هادشي كامل راه غادي تنساه من بعد، غدوز واحد الفترة غتبقى تضحك على راسك واش انا غتقلق على هادشي، يعني هادشي كامل داير دابا تبقى تفكر فيه بزاف، خاصة شي حاجة تكون طرات ليك تبقى تقول هادي عمري ننساها، ما يمكنش ننسى هاد اللحظة هادي، فقط خلاص كتضحك على تقول واه واش من نيتك تقلق على هادشي. وكيما قلت لك هادشي راه عادي وراه مزيان يطرالك، بالعكس راه ماشي حاجة خايبة، راه حاجة زوينة انت ما عارفش القيمة ديالها والفائدة ديالها دابا، فهادشي راه كيخلي عقلك كينضج وكيكبر وانت كدوز من هاد المشاكل هذا. وواحد السؤال اللي ما كيبقى يدوز في بالك، تبقى تسول راسك شنو غندير من بعد، فين غادي انا، شنو غندير في المستقبل، شنو الهدف ديالي، كيكون هذاك مستقبل مضبب، كيبقى هاد السؤال محيالك راس تقريبا يلقى في فترة المراهقة ديالك كاملة. هادشي راه عادي ونورمال ما تكونش عارف شنو خاصك دير، حيت ما يمكنش كلشي يكون عارف، اصلا باش تعرف الحاجه خاصك تكون عارفها من الاول وتقلب عليها، يعني راه عادي انك تكون عارف شنو يطرا في المستقبل ديالك، انت يلاه كتبني راسك براسك، فهمتوني، انت يلاه كتبني راسك براسك، حتى راه العلم كيجي من الجهل، ما كانش شي علم كون ما كانش الجهل، كون كنا كاملين عارفين ما كان حتى حد غيتعلم من الاخطاء ديالو. وقيل واحد الحاجه، القرايه اللي كتقرا دابا داك الفيزيك و اس في تي ومات تربيه اسلاميه اجتماعيات راه لا علاقه ليها بالمستقبل اللي غتكون فيه. دابا تخيل معايا، واش مثلا بغيتي تولي مسير شركه مثلا، واش داكشي تقراه ولا تقرا في المدرسه، راه لا، يعني ما تبقاش تفكر بزاف داكشي اللي كدير دابا، تفكر بزاف في المستقبل ديالك، مزيان تفكر باش تعرف شنو غطرا، ولكن ما تجهدش راسك بهذا السؤال هذا، حتى الحياة متاهة وقدر في كل لحظة تكتشف طريق أخرى لداكشي انت اللي باغي. وهاد السؤال ديال شنو غندير في حياتي راه سؤال ما غيخطاكش، غيبقى لاصق فيك بحال الشبح وما يمكنش تتحكم فيه. ركز معايا لواحد النقطة، كاين واحد الحاجة سميتها دائرة التحكم، اللي داخل في ديك الدائرة نقدروا نتحكموا فيه، بحال مثلا شنو ناكلو دابا، شنو نديرو، شنو نتعلمو، وكاين شي حوايج اللي خارج عن ديك الدائرة اللي ما نقدروش نتحكموا فيها، بحال مثلا اللون ديالك، والسد ديالك، السكين ديالك، والديك ما قدرش تبدلهم، وبيد الاشياء هادي اللي برا هاد الدائره هادي هو شنو غادي ندير والمستقبل ديالك، هادشي راه خارج التحكم ديالك، انت ما غتحكمش في المستقبل ديالك، تقدر تبنيه ولكن ما تقدرش تتحكم فيه، يعني ما تجهدش راسك بزاف في هاد السؤال ديال شنو غندير انا مستقبلا. وكاين شي حوايج اللي كنا ذكرناهم دابا ديال مثلا والديك، اللون ديالك، الاساتذه ديالك، ما تقدرش تتحكم فيهم، خاصك تقبلهم. مثلا لو كور ديالك ما عجبكش دير سبور اتبدلو، يعني كاين شي حوايج اللي دابا نقدر تبدلو ولكن مع الوقت يقدروا يتبدلوا، كاين شي حوايج راه ميمكنش تبدلهم بحال مثلا والديك، واش ممكن تبدلك والديك؟ لا، تقبلهم كيما هما، ولا كان والديك صعاب، والديك ما مزيانينش وكتعلم ديما في المراهقه ديالك، يقدر هادشي يسبب عقد نفسيه ولكن من واحد الناحيه راه كتعلم، حيت اللي كما كنقولوا اللي مادي من الناس اللي قراب ليه فراه هذا ما يخليش الناس اللي بعاد ياديوه. وفاش غتكبر وتولي شي حاجه في المستقبل ما غيضحك عليك حتى واحد في الزربه، وغتكون عارف الناس اللي توكسيك من الناس اللي ماشي توكسيك. تفكر دابا الفيديو ديال الناس التوكسيك، كنا ديجا فات واحد الفيديو ديال 10 صفات سامه الا كان في الصديق ديالك ابتعد فورا،
غنخلي لكم في صندوق الوصف اللي بغى يتفرج فيه. المهم نكملوا النقطه ديالنا. فراه كل ما كان المحيط ديالك خايب في فترة المراهقة، راه مزيان انك تتعلم منه باش تكبر. وكما قلت لك مثلا والديك الا كانوا مزيانينش معاك فراه هادشي مزيان ليك. واحد الحاجه، راك ماشي بوحدك اللي والديك كيضربوك كل نهار، ماشي بوحدك اللي عندك خوت قاصحين، ماشي بوحدك اللي فيما كتكون شي علاقه صداقه كتغدر، ماشي بوحدك اللي ما عندكش فلوس باش تشري حوايج زوينين عفوا، ماشي بوحدك اللي ما كيعجبكش الكور ديالك ولا الشعر ديالك ولا كلكو سوا شي حاجه في الجسم ديالك ولا في المظهر ديالك. راه ماشي بوحدك، كاع المراهقين تماما كل الاشخاص كاملين كيدوزو من نفس هاد الاشياء هادو. يقدر كاع ماشي مراهق، يقدر يكون شي حد كبير وما حامش راسو كما كيشوف راسو في المرايه كيبقى يبكي وهذا. يعني راه ماشي بوحدك اللي كدوز من هادشي، مابقاش تقول لا انا يونيك. وهذه واحد النقطه كنت قريتها في واحد الكتاب، انك عمرك ما دير راسك ضحيه ولا انت بوحدك. حتى راه كلشي عنده مشاكل، يقدر مثلا المشكل ديالك انت ماشي هو مشكل شي واحد غني لاباس عليه، ولكن ما يكونش عنده مشاكل. لا يعلم بالنفوس الا الله سبحانه وتعالى. ندوزو لواحد نقطه اخرى اللي هي الفشل، الكلمه اللي كتدخل علينا كاملين. فين ما وصلنا من الرقي ومن السمو الذاتي كنبقاو نخافو من الفشل، ولكن الانسان الناجح ما كيخافش من الفشل. راه الفشل شي حاجه مزيانه ليك في اي حاجه، كل سواء كانت ديك الحاجه الفشل في العلاقات الاجتماعيه، الفشل في الدراسه، الفشل في بزاف د الحوايج. نعطيك مثال، مثلا كنتي شي نهار كتحفظ واحد الفرض في الليل، كتحفظ في الاخر تجيب داك الفرض خمسة. هادشي راه ماشي حاجه خايبه، هادشي حاجه مزيانه اللي غتعلمك. مثلا غتستافد من داك الفشل ديالك. المره الجايه كان خاصني نحفظ يومين قبل ما تجي تصلي الليله بليلتها. المره الجايه كان خاصني ندير ملخصات احسن. ندير اي حاجه راه كتعلم منها، حيت الا نجحتي من لا بروميير فوا فخاص تعرف ان شي حاجه ماشي هي هاديك. الا نجحتي من الدقه الاولى فراه شي حاجه ماشي هي هاديك. مثلا انت كاين فواحد الغابه وهاز معاك بوصله وكتدير واحد الرحله استكشافيه، وصلتي لواحد الطريق فيه واحد الحجره كبيره تسد الطريق، شنو غدير؟ غتبقى تفرج فيها؟ لا بيان سور غتمشي تهزها ولا تلقى شي طريقه باش تدوز من فوق ولا مشي طريقه اخرى باش توصل لديك البلاصه اللي باغي تمشي ليها. فراه الفشل ماشي نهايه العالم، كلشي فيه خير وكلشي غتستافد منه. ودير في بالك اننا كنتعلموا من الفشل اكثر من النجاح. النجاح ما غيعلمنا والو، حيت فاش كتفشل الدماغ كيبقى يفكر وكينبش وكيكتشف داكشي اللي عنده هو مجهول. نقدروا نقولوا كاع ان الفشل هو غذاء الدماغ. ندوز واحد النقطه اخيره في هذا المحور الاول، هو الانتماء. فخ الانتماء. عقلك في المراهقه كيبقى ينضج وكيبغي يصنع راسو، انت كتلقى راسك كتقلد بزاف د الناس بالزربه بلا ما تحس. هادشي باش تصنع شخصيه خاصه بك، وهنا كتكون كتاثر بالزربه. مثلا يجي واحد ليسي جديد دخلتي كتشوف كلشي صحابك داروا، يعني كاع الناس اللي كتعرفهم داروا مجموعه ديالهم صحابهم، وجلستي في الخرطه ديال الطاوله بوحدك ما عارف حد. بالك واحد الشخص اللي بحالك بحالو اللي حتى هو ما عندوش اصدقاء وجالس في الطاوله الاخرى مثلا، بقيتي مع داك الشخص من بعد فاش خرجتو داك الشخص تذكر، فراح احتمال كبير انك حتى انت غادي تمشي في داك الهيت. ما تقولش انا عندي شخصيه ديالي وداك الشيء، حيت هذا هو الفخر اللي كيطيحوا منه بزاف، اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال المراهقين، هو فخر الانتماء. فاش كتشوف راسك انك بوحدك كتلقى مثلا شي مجموعه ديالك، مجموعه من الهيد ديالها اللي ها مجموعه ديال القرايه، ها مجموعه ديال الناس اللي كيتعاطاو المخدرات، ها مجموعه ديال دوك الجانحين كما كنقولوا، ها المجموعه ديال
هذوك البنات اللي ما عطينا على الدوران في الزناقي وداك الشيء، وعطيناها المايك اب وداك الشيء. فسواء انت ولا انتي عزيزي المراهق، عزيزتي المراهقة، فراه لابد غادي تمشي تجرب شي وحدة. وحبذا لو كان ديك المجموعة نقطة خير ليك ماشي نقطة شر. فبلاص ما انك تمشي تقلب على الذات ديالك وسط شي ناس، دير العكس. انت جيب دوك الناس ليك، انت طيحهم فقط الانتماء، انت كون شخصيتك راسك، ودوك الناس اللي مهتمين بديك الشخصيه ديالك ودوك الافكار ديالك غتلقاهم كيتجمعوا من حولك بالزربه. وهانت كونتي مجموعه على حسب الاسس اللي بغيتي انت، وبلا ما تبدل شي حاجه في راسك ولا تقدر تادي راسك كاع باش تولي اطاشي لواحد المجموعه. اللهم كونها راسك. باش نختموا هاد الفقره هذه، سمعوني ميساج كاع المراهقين. فراه هادشي اللي كدوزو من وراه عادي، وراه غادي يعلمكم، وفاش غتكبروا وتفوتوا هاد الفتره هادي فراه غادي تفهموا هادشي اللي كنقول، وغادي توعاو ان كاع داكشي الخايب اللي عليكم في هاد الفتره راه مزيان ليكم. ندوزو للفقره الثانيه في هاد الفيديو هذا، اللي هي حوار بيني وبين الوالدين ديال هاد المراهقين. ما غنطولش فيها، نعطي ابرز النقاط وصافي. اول حاجه، عطيو لولادكم الحريه. ما كنقولش انا خلي ولدك تعطيه مخدرات وما تقولي والو، ولكن نقول لك سيري خلي ولدك يبقى سهر في الزنقه حتى 5 د الصباح باش يدخل للدار وما تقولي ليه والو. لا، عطيهم حريه محدده. مثلا الا كانت بنت كدوي مع صاحبتها، بلاش ما تبقاي تطلي في التليفون وتخلي تحسي انك شاكه فيها. مثلا كاع كنتي شاكه في بنتك بتقلبي على التليفون قلبي عليها من موراها، يعني ماشي قدامها، واخا راه خاص تسمي الخصوصيه ديالها، ولكن مازال نفترضو كأم بالكبده ديالها بتقلبي من التليفون، راه لو في ديال انك تقلبي ليها قدامها راه كيصح اكثر. يعني كتحس براسها ما عندهاش انتماء وما عندهاش شي شخص اللي كيتيق فيها، خصوصا انتي ماماها ولا باباها. كنت نعطيها حريه مقننه. مثلا عطيها الحريه تختار شنو تلبس، هي تلبس شي حاجه قصيره ولا مخيله بالحياه عاد الستيل ديالها. مثلا هي حيت كل مره تقدر تبدل تلقاي بنتك كل مره تبدل الستيل، مرات تلبس داكشي ديال اوفر سايز، وداكشي ديال داك المهم داك ما تلقايها لابسه شي حاجه في البينك وداكشي غوز، ما تلقايها لابسه ستايل ديال كوريا فايب ولا جابانيز فايب. يعني كل مره هي كتمشي في واحد الهوا، انت ما تبقايش تعاتبي عليها واش ياك داك النهار قلت لك هادشي غادي يجيك زوين ودابا هانتي لبستيه شتي كنتي على هضرتي. راه هي كتقلب على ذاتها، هي براسها ما فهماش راسها، هي براسها مخربقه في عقلها. يعني بلا ما جات تبداو الكومنتات ديالك اللي كيحطموها، واخا مره اللي تشوف راه عادي، ولكن راه بنتك بواحد الفتره اللي كتكون حساسه بزاف وسونسيبل كثر من القياس. خليها هي تختار صحاباتها، ما تجيش تجيبي لها شي بنت صاحبتك انت ولا تصاحبي معاها وخليها تولي صاحبتك. خليها هي تختار صحاباتها راسها. الا كانت شي بنت ما عجبتكش قولي لك البنت بنتي راه ما كنرتاحش ليها، غتبقى تقول لك لا 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 راه زوينه وهذا وهذا، ما ديك غتكتب الراس انا هضرتك عندها الحق. اللهم تكتشف راسها انك انت عندك الحق، ولا تبزي عليها وهي ما فهمت اصلا علاش هي عند بالها ديك البنت راه زوينه. فهمتوني؟ خلي ولادكم يغلطوا، ما تخلي ماشي كنقول لك انا كيما قلت خلي ولدك يدير شي حاجه كان ليك غاف، ولا بنتك دير شي حاجه غاف تندم عليها ومن بعد تقولي ندمت على راسي. مثلا خلي بنتك تعاشر مع شي بنت اللي انت شايفه انها راه باغا في مصلحتها، وتحس بالدقه من ديك البنت ماشي منك، من ديك البنت، وغتعلم الدرس بلا غوات وفيولونس وشي حاجه. فإلا بنتك ولا ولدك عرف شنو الغلط مديتو راسو، حسن انك تفورسي عليه. مثلا نفترض مثلا ولدك كان معاشرة مع شي اونتوغاج مثلا كتعطى المخدرات، نصحيه ولكن عارف الامهات عندهم كبه ديالهم يعني غادي تبغي تبنعو، ولكن ايماجين دابا انت خلي عبدك واحد اللي يخليه يكرههم. مثلا
ودوك صحابو مثلا غادي يسمع الناس كاملين كيعايروهم وهذا، فاوتوماتيكمون هو غادي يقول واش باش انا هاد الناس هادو كلشي كيكرههم حتى انا اللي الناس كيكرهوني. اكثر حاجه كتثير المراهق في هاد اللحظه هي شنو يقولوا عليه الناس. يعني الا كنعرف انه الناس ما غاديش يمدحوا هذيك الحاجه فراه غادي يبعد منها، حيت هو على بالو مثلا ان تعطى مخدرات غادي يبان مهيب بين صحابو وراه شجاع وعنده قيمه بيناتهم. ولكن الا بينتي ليه العكس فهادشي غيخليه يبتعد من ديت الراس. واخر نصيحه، تقربوا من ولادكم، كونوا نتوما صحابهم، ما تخليهمش يقلبوا على العطف والحنان من شي بلاصه اخرى. خلي كنتي بنت، كانت بنت يعني عندك بنت، انتي ماماها تقربي منها، كنتي باباها تقرب منها، احسسها بعطف الاخ والاب وكل شيء. كنتي ام خلي بنتك تكون بحال صاحبتك، كتعاود لك كل درجه حتى الا غلطات ما تخافش انك تضربيها، بالعكس تبغيك تاخذ المشوره ديالك. ولا غلطات كاع بنتك في شي حاجه ما تضربيهاش، اعطيها النصح. شحال هادي كنتو في محيط ماشي كان هاد ماشي قصد الاهانه، محيط ديالكم كان مثلا كلشي مثلا يتعامل بالعنف وكانت كتجيكم عادي حيت كلشي كيتعامل نفس الطريقه. ولكن دابا ولدك ولا بنتك كضربيها كتشوف صاحبتها وهي ما بحال صاحبتها قريبه ليها وهذا، وعشان ما كضربني على اتفه الاسباب. راه مصلحتها، ولكن حاولوا ما تربوش ولادكم كما ربوكم والديكم. وهاد الجمله فكروا فيها مزيان حيتاش مهمه بزاف. صافي بلا ما نزيد نطول اكثر حيت الموضوع فيه بزاف ما يتقال، وكاع صافي طولت بزاف حيت غاد للثلث ساعه وانا كنهضر وانا ما اكثر. فهادشي اللي كاين في الفيديو اليوم. كنتسنى كومونتير ديالكم كاملين كيف العاده. نتلاقاو في البودكاست الجاي. السلام عليكم.